السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. احنا بنتكلم في الحلقة دي عن الملاحم أو سلسلة حلقات هتبقى إن شاء الله متوالية عن الملاحم والمعارك العسكرية اللي خاضها الجيش المصري العظيم قديما وحديثا للحفاظ على حدود مصر. الجيش المصري العظيم اللي ضحى بكل غالي ونفيس، ألا وهو ضحى بأغلى شيء، الروح، في سبيل الحفاظ على حدود مصر. تحية إعزاز وتقدير واحترام لكل جندي في الجيش المصري العظيم، وصف ضابط والضباط وقادة العسكريين. كل الشكر وكل التحية وكل الاعتزاز لجميع القيادة السياسية، على رأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وإحنا بنتكلم وبنقول إن إحنا كلنا جنودك يا مصر بكل المجالات. حفظ الله مصر. واحنا بنتكلم عن اولى الملاحم والمعارك العسكرية اللي كانت في اوائل التاريخ القديم. وتخيلوا حضراتكم معايا ان من 3100 سنة قبل الميلاد حصل شيء في الحضارة المصرية القديمة ما زلنا احنا كمصريين بننعم بيه حتى اللحظة اللي انا بكلم حضراتكم فيها. ومن 3100 سنة كان في القطر الجنوبي اللي هم اهلنا في الصعيد، والقطر الشمالي اللي هم أهلنا في وجه بحري. كان في تشاجر وتشرذم وحالة ضعف ما بين القطر الجنوبي والقطر الشمالي. وإن من أوائل الملوك اللي جم في عصر الأسرة الأولى هو الملك مينا، اللي ببعد نظره عمل عملية وحدة للقطرين. وحدة يعني آخر ما بين القطر الجنوبي والقطر الشمالي. بعد ما كان في بداية حكمه لو هيخطب في القطر الجنوبي كان بيلبس ليه التاج الأبيض، ولو هيخطب في القطر الشمالي اللي هم أهلنا في وجه بحري كان بيلبس لهم التاج الأحمر. ولما وحد وعمل وحدة ما بين القطر الجنوبي والقطر الشمالي وأخى ما بينهم كان بيلبس التاج المزدوج باللون الأبيض واللون الأحمر. وعمل عيد للوحدة، وكان بيجمع أهل الجنوب وأهل الشمال، وكان بيأخي بينهم، وكان بيخطب فيهم، وبيحمد الإله العلي العظيم في عليائه، وبيشكر الشعب المصري على إنه ضحى بكل غالي ونفيس في سبيل ذاك الوحدة.
وأنا على ما أذكر إني وأنا كنت في الصف الثالث الابتدائي كان في درس اسمه الاتحاد قوة. الأب اللي جاب الثلاث أبناء وقال للابن الأولاني اكسر عود من الحزمة فكسره، والتاني اكسر عود من الحزمة فكسره، لكن قال للتالت اكسر الحزمة فما قدرش يكسرها، وقال لهم لو انتوا اتحدتوا محدش هيقدر عليكم. ذاك الاتحاد اللي كان له بعد نظر الملك مينا، وعمل وحدة ما بين القطر الجنوبي والقطر الشمالي، اللي ما زلنا احنا بننعم بذاك الوحدة، وإن أهلنا في الصعيد وأهلنا في وجه بحري أصبحوا نسيج واحد. والكلام ده يا جماعة ما كانش هيحصل لولا وجود الجيش المصري العظيم قديما، وهو اللي ضحى وعمل وساعد الملك مينا في انه يحقق هدفه، في انه يعمل عملية وحدة ما بين القطر الجنوبي والقطر الشمالي. واحنا في سلسلة متوالية بإذن الله هنتكلم على وجود الجيش المصري العظيم اللي ساعد على رسم حدود مصر قديما. عمل ايه في موقعة مجده بقيادة الامبراطور تحتمس الثالث؟ ازاي طرد الهكسوس من مصر؟ ايه موقعة قادش وعمل ايه فيها الجيش المصري العظيم؟ وضحى بكتير من الافراد بتاعته في هذه المعارك. وحديثا موقعة حطين وموقعة عين جالوت. تحية تقدير واعتزاز للجيش المصري العظيم. تحية لكل جندي، صف ضابط، ضباط، قيادة عسكرية، كل الشكر وكل التقدير حتى نصل بالمعارك إلى المعركة والملحمة المجيدة 10 من رمضان 6 من أكتوبر بقيادة الزعيم الراحل رحمه الله محمد أنور السادات. وإلى لقاء في ملحمة أخرى لوجود الجيش المصري اللي بيحافظ على حدود مصر وما زال يحافظ عليها. تحية إعزاز وتقدير واحترام لجميع الجيش المصري. تحية إعزاز وتقدير واحترام للشرطة المصرية، أفراد الشرطة، صف ضابط، ضباط، قادة. تحية تقدير لجميع أفراد الشرطة على رأسهم السيد الوزير. كل الشكر وكل التقدير لكم، وإن شاء الله في حلقات أخرى نتكلم عن الناس دي ضحوا في الملاحم والمعارك الحربية إزاي بأغلى شيء، وهي دفع روحهم للحفاظ على أمن وحدود مصر. تحياتي وتقديري ليكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.